السلام عليكم، شلونكم؟ رجعت وياكم فيديو جديد. ابدي وياكم اقول بسم الله. طبعا اليوم عندي روتين سويته، روتين يومي بالمطبخ. حبيت اشاركه وياكم. طبعا عبارة عن طبخ، وعندي كيك، سويت قالب كيك، سويت سويس رول، وعندي كيكة خربت وراح اعالجها وياكم ونشوف ايش راح نسوي بيها. طبعا هاي عندي كيكة، وعندي هذا الكيك المقسم. طبعا اول ما بديت راح اسوي عشاء. طبعا انا هنا دا اسوي عشاء، دا اسوي دجاج. غسلت الدجاجة، طبعا كانت مجمدة وما متبلتها، وراح اسوي لها تتبيلة سريعة حتى اشويها واخليها بالفرن. هاي خليت شوية معجون خففته وباربيكيو وصاص ودبس رمان وملح وليمون دوزي وبابريكا مدخنة وثوم مطحون وبصل مطحون وخلطت، وراح اضيف شوية زيت، وراح اتبلها واخليها بكيس حراري مع الشوي. عم تشوفوها. طبعا انا مواعدها وبعد شوية بيها همتين قوة. ثاني مستعجلة عليها. طبعا انا قبل لا اضمها غاسلتها ونظفتها كل زين، ومن طلعتها مجرد خضيتها بالمية يعني وموعدها شوية. هاي بديت اتبلها، ادير التتبيلة عليها، وراح ابدي نشويها ان شاء الله. اسوي وياكم الكيك. انا الكيك طبعا خابزته وما نزلت الطريقة مالته، يعني شاويته ومكملته. بس راح انزل لكم قالب واحد سويته سويس رول، طريقة شلون خليته بالقالب وبس ما طلعت شلون شويناه. طبعا انا مقادير الكيك منزلتها، مقادير الكيك المحسن. طبعا بصراحة هاي اول مرة اسوي السويس رول. طبعا هاي هنا انشق الكيس مال الدجاجة وبدلته بواحد ثاني. خلينا نكمل وياكم الدجاجة وبعدين ابدي بالتفاصيل. هاي راح اسدها شوية، ارويها للكيس واخليها بالفرن. هاي عندي انا تمن غاسلته. راح ابدي اسوي شوية برياني اصفر على السريع، دهن وبصل حمصت وياه، وانا منقعة هذا كشمش. راح احمس شعرية شوية هم وياه. طبعا قلت لكم هو هذا عشاء سريع. بصراحة اني هاي الكيكة دا اسويها اريد اوديها واجب يعني مال مريض، وقلت خلي اسوي لهم عشاء على السريع وحتى اكملهن. هاي ضفت الشعرية على البصل وحمسته وحمست الكشمش، وراح اخلي التمن، يعني برياني كل سريع. وهاي راح اخلي التمن. طبعا دا اجهز انا بالعشاء حتى ابدأ ازين الكيكات. وهاي عندي مكعبات ماجي 2، راح اخلي شوية ملح، ما اخلي هواي لان مكعبات الماجي تصير مالحة. وراح اضيف هيل وبهارات البرياني وشوية صبر لو زينة وفلفل اسود. هاي راح اضيف هيل وبهارات البرياني والصوص. هاي شوية يعني سويتها ويا الدجاجة. بصراحة اليوم غدانا مو قوي، يعني قضيتها شوي ما كان، بس قلت خطية خلي اسوي لهم دجاجة على عشاء باخذهم تمن. وهاي فلفل اسود وشوية ملح خليت وغطيناه. هنا هاي الكيكة اللي سويناها. طبعا هاي نص قالب الكيك. هنسوي صينيتين، مقادير 3 اكواب طحين. انا منزلتها بفيديوهات 2 3 تقريبا. مقاديرها 3 اكواب طحين وكيك محسن. بس سويتهم قالبين. عندي قالب واحد يتكسر ما لحقت عليه نشف عندي بالفرن، لا والثاني سويته. هذا طريقتها انه لازم الحق عليه زي ما يقول بسرعة، يعني هو دافي لازم اشتغله. وبصراحة هاي اول مرة اشتغل سويس رول، حتى ما اكذب عليكم. هاي اول تجربتي وياكم بالسويس رول، حبيت اجربها وياكم. انا اسوي الكيك بس السويس رول ما مسويته. هاي قلبته غطيته بزبدة، وهمتين قلبته على الوجه الثاني، همتين غطيته بورق الزبدة. انا كريم مسوية كريم شانتي، وراح الفها هي دافية.
وأتمنى ما تنسونا باللايك والاشتراك، لأن اللايك والاشتراك يحسن من مستوى القناة، وأكون ممنونة من عندكم. هاي بديت ألفه على كيف، حتى لو تحسوه شوية يتفطر أو هاي لا تخافون عادي كملوا، لأن احنا راح نخليه بالثلاجة أو بالمجمدة ياخذ استقراره. أنا يا هسه مثل ما تشوفون انفتحت شوية عندي بس ما درت لها بال. هاي من هنا بدأت تشوفون مفتوح شوية، وهاي بديت ألفها زين وراح أتيبها بتيب حتى تلزم عندي وأخليها بالمجمدة. طبعا هاي أنا مشتغلتها قبل بيوم، حبيت أراويكم بس الطريقة. أنا ثاني يوم يعني اشتغلتني، يعني ورا قلت ما سويت عشاء بديت أشتغلهم حتى أكون صادقة وياكم. يعني أنا قبل بيوم هذا مشتغلته، بس حبيت أضيفه ويا الفيديو مالي اليوم. وهاي راح أبدأ أضيفها بالمجمدة. عندي هذا المكسر، هذا القالب اللي تكسر عندي راح نسويه بطريقة ثانية وما يخرب عندنا وهماتين راح ينوكل. وهاي ضميته. هاي عندي القالب، طبعا هذا القالب أريد أخذه هدية، يعني هماتين مشتغلتهن، أنا مشتغلتهن قبل بيوم بالمجمدة ضميتهن، وهاي طلعتهن. كيك المحاسن إذا أضيف المجمدة ما عليه شي، حتى لو بعد شهر وتطلعوه ما عليه أي شي، مو مثل الكيك العادي. يعني شو وقت ما تخلوه بالمجمدة وطلعوه عادي. هنا بديت أشتغل. هاي عندي صوص كاكاو مخلوط بصوص الكراميل، يعني صوص كلش خفيف بنفس الوقت يطري الكيكة، مع انه هي طرية يطري الكيكة. خليته يعني اول ما بداية هو خليته، وراح اضيف الكريمة فوقها. اليوم حبيت اشتغلها بطريقة مختلفة شوية. طبعا الوجه مال الكيكة خليته بتشعب مثل ما يقول لي جوا، خليته وتشعب، خليه يصير وجه. سويتها 3 طبقات. طبعا سويسرا سويتها انه يعني ما اقدر يعني اسوي كيك واطلعه وما اسوي للعائلة، يعني هم من النوع اللي يحبون الكيك، واذا يشتمون الريحة فما راح اخلص، فقلت خل اسوي لهم. هاي بديت ازينها اسقلها وياكم. صراحة ما تعب روحي بالكيك، شلون ما تصير وهي تطلع وحيدها، يعني شكلها يطلع وحيدها. هاي بديت اعدل بيها. يعني هو اليوم انا روتيني يعني سويت عشاء وبدأ اشتغل حاليا. انا يعني خليت الدجاجة بالفرن وتمن على التهدير حاليا، وراح اشتغل هاي الكيكة واكملها ونتعشى وارجع اسوي السويس رول حتى تكون الصورة واضحة. وهاي بالمشط، هاي عندي سباتولا شكل المشط، يعني اللي ما يعرف يسقل الكيكة. وهاي بديت انظف الحواف وتزيين بسيط. هذا عندي صوص الكراميل انا مسويته. وهاي كريمة سويتها بهذا اللون، وبصراحة هذا اللون اللي خليته صوص الكراميل راح اضيف له مروار اطوخه، احس لونه فاهي ما عجبني. وهاي بديت ازينها بهذا الشكل، تزيين كلش عادي وكلش بسيط، اي وحدة تقدر تسوي.
استخدمت هاي الفورمة النجمة الكبيرة، وها بديت اسوي الحواف مال الكيكة. طبعا حسيت ان انا اللون كلش فاهي، فضفت مروار خليت له لون بنفسجي. ما اعرف اذا كان راح يطلع حلو او يعجبكم او لا. سويتها بهذا الشكل. طبعا كملتها وضميتها، وهنا صبيت العشاء. بعدنا السويس رول ما مشتغليه. طبعا هذا العشاء اللي سويناه. هاي راح نبدي نتعشى وابدي اكمل اكف الهوسة اللي عندي. هاي مثل ما تشوفون الدجاجة شلون مستوية وذايبة. اتمنى تعجبكم. سهمكم وسهمنا العافية ان شاء الله. سهمنا وسهمكم العافية ان شاء الله. حكيتها بالمقلوبي عادي، تحملوني يعني عادي، واحد يسحق من يحكي. وهاي دجاجة سريعة سويت لهم اياه وتعشينا وكلناها الحمد لله والشكر. وهاي بديت اشتغل سويس رول بعد ما كملنا عشاء وغسلنا الماعن وكفينا الهوسة مالتنا. طبعا مثل ما تشوفون هي مكسورة من النص، عادي انا راح اشتغلها واكملها، ماكو اي مشكلة. انتو تشوفون هيك الكيكة تقولون خربت، لا تقولون خربت ولا اشتغلوها، لا تخافون، لان احنا بكل الحالات راح نقصقصها. يعني اول مرة يجوز ما تضبط، ثاني مرة هم ما تضبط، عادي لا تأيسون. انا هاي اول مرة مشتغلة السويس رول، يعني صراحة وحتى اكون صادقة وياكم، مو معناتها يعني يصير عندي احباط انه ما اكملها، لا حبيت اكملها. ومثل ما قلت لكم انا وحدة بيدي نشفت، انا سويت اثنين وحدة نشفت يعني، وللامانة يعني طلعت لكم اياها ما لفت عندي تكسرت. ما قلت عليها خربت، اسويها بطريقة ثانية وهماتين شكلها حلو راح ناكلها. يعني الحياة تجارب. طبعا هاي كريمة التشانتي البيزون دا استخدم، وضفت لون بنفسجي. طبعا الالوان الغذائية متوفرة بالاسواق، انا استخدم الالوان البودرة، يعني اضيف عليها واخلطها، اي لون انتو تردوه موجود. وهاي همتين سباتولا بالمشط سويتها بهاي الطريقة. تزيين كلش عادي وبسيط، يعني حبيت اسويها للعائلة. طبعا ما راح ينوكل، يعني ما اقدر اسوي اني كيكة اطلعها واجب وما اسوي، انه هاي مستحيل، السبع مستحيلات لازم اسويهم كيكة. مثل ما تشوفون هاي مفطورة من فوق عادي، ماكو اي اشكال. اني كملتها. وهاي لا اشرلكم هذا مكان الكيكة المفطور من عندها، لان هي الكيكة نشفت، يعني المفروض هي حارة شوية وتلف حتى بيها ليونة. وهذا بهذا الشكل البسيط العادي سويناه. وهذا ضفت لها صوص الكاكاو اللي فوق. طبعا انا قطعت هنا بالتصوير لان ايدي كانت كلش مبينة، يعني انا مرات اقطع بيه، مرات التصوير يعني يطلعني، مرات الكاميرا ما موجهتها عدل، واني ماخذة راحتي بالتصوير، اروح هيج واجي هيج. وهذا كان شكله،
أتمنى يعجبكم. وراح نبدي نسوي الكيكة المكسورة اللي تكسرت عندنا، نسويها بالكاسات، هم طيبة وهم راح ياكلوها. هاي المهم جربنا السويس رول. هذا الكيك هذا القالب اللي عندي اللي تكسر. طبعا هو هذا مقادير الكيكة الوحدة سويتها بقالبين، يعني هاي نص مقدار. وهاي عندي صوص الكراميل والكاكاو مخبوط سوا، انا مسويته خفيف مخففته. وراح اضيف الكيك طبعا كلش هش ما اقول لكم، وراح اخليه بشكل عشوائي. انا ما سويت الكمية كلها بصراحة. الكريمة اللي عندي خلصت، فضميتهن عادي اضمها بالمجمدة ما عليه اي شي، اقدر اسويه باي وقت ثاني. وهاي هم ضف الصوص فوقه. انا اقدر ما اطلع لكم اياه، بس لا حتى تشوفون انه مو كل شي يفشل عندكم، يعني ها هي الشي خرب عندكم. كملوا. وهذا كان شكلها النهائي، اتمنى يعجبكم. وهاي سويس رول، وهذا الكيك اللي سويناه بالكاسات اللي يتكسر عندنا. وهاي الكيكة اللي سويناها اللي راح ناخذها واجب. وبنهاية الفيديو اقولكم مع السلامة، والتقيكم فيديو جديد. مع السلامة.